من احب الفيديوهات اللي بحب ان انا اعملها هو فيديو المسلسلات التركي، لان انا شخصيه مدمنه المسلسلات التركي، بس للاسف يعني، بس مش مشكله. المهم هكلمكم في الفيديو ده عن افضل المسلسلات اللي نازله في نهايه 2023 ومكمله معانا ل 2024، وايه كمان الحاجات الجديده اللي هتنزل في 2024. انا ساره صلاح. لو بتشوفوا الفيديو لاول مره ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتقولوا لي انتوا كمان ايه اكتر مسلسل بتتابعوه الفتره دي، وايه اكتر مسلسل مستنيينه ان هو ينزل في 2024. اول مسلسل معانا هو مسلسل الغدار، مستنيينه بقالنا كتير، بطولة شطاي. المسلسل ده بيتكلم عن ليفنت هيروح الجيش، وهو كان بيحب ايدن، هيسيبها ويروح الجيش طبعا غصب عنه. طبعا فترة التحقه بالجيش دي بتغير الشخصية، اي حد بيروح يعني الجيش عموما شخصيته بتتغير، هو هتبدأ ان هي شخصيته تتغير تماما، وهيبدأ ان هو يكون شخص قاسي. كمان لما هيرجع من الجيش هيلاقي ان كل الناس اللي بيحبهم بعدوا عنه، وكمان هيلاقي حبيبته ايدن دي في الفترة اللي هو قضاها في الجيش دخلت مسابقة جمال وفازت باللقب، وبالتالي هي كمان شخصيتها اتغيرت، وهو اتحول لقاتل محترف. فهتبدأ بقى أحداث وصراعات في المسلسل، هنبدأ نشوف ايه هي وايه الحاجات اللي هتحصل خلال المسلسل. تاني مسلسل معانا هو مسلسل العبقري، المسلسل بطولة أراس اللي هو بطل الحفرة، مستنيينه من وقت الحفرة ان هو يعمل مسلسل تاني. المهم المسلسل بيتكلم عن شخص عبقري في الرياضيات. الشخص ده او ديفرن هو اكتشفه والده اسكندر، وهو اللي دربه من صغره وبقى عبقري في الرياضيات، وبيعيش مع والدته واخواته، وكمان في قصة حب ما بينه وما بين أسماء، وهنعرف بقية الأحداث خلال المسلسل. ثالث مسلسل معانا هو حب بلا حدود. المسلسل ده بيتكلم عن خليل إبراهيم، هو شخص اتقتل والده وهو صغير في قضية طار، واضطر ان هو يروح لمدينة اسطنبول، عاش فيها 20 سنة، وبعد كده بعد 20 سنة قرر ان هو يرجع تاني لمنطقة البحر الاسود. وكيتي طبعا بتنورنا في اي فيديو، خصوصا المسلسلات التركي بتقعد تتفرج معايا، صحيح كده كيتي؟ المهم بعد كده بعد ما بيرجع بقى لمنطقة البحر الاسود بيبقى عايز يتجوز بياسمين، بس بيظهر فجأة زينب اللي بتغير مسار الأحداث. فالمسلسل ده هو دراما أكشن رومانسي مافيا، حاجات كتير جدا، مسلسل حلو جدا. تالت مسلسل وهو المتوحش ده بيتكلم عن يمان ده اتخطف وهو صغير من أهله، وأهله كانوا أثرياء جدا، اتشرد بقى في الشوارع وتصاحب على ناس، وبقى كون كده هو و3 بقوا 4 صحاب مع بعض على طول. المهم كل حد فيهم بيبقى ليه حلم وطموح في الحياة، لكن هما ال4 مهتمين بأموت اللي كان مريض وعايز يتعالج، ومستنيين بقى طبيب يجي يعالجه، أو طبيب هيوصل لتركيا مستنيين ان هو يعالجه. وخلال بقى معرفتهم بالطبيب ده يمان بيقدر ان هو يتوصل بعيلته تاني وبيعرف عيلته تاني، وطبعا الاحداث كلها بتتغير، وبيبدأ ان هو يهتم باصحابه، وكمان يشرف على علاج صاحبه اللي هو أمود ده. خامس مسلسل معانا هو مسلسل حياتي الرائعة، بيتكلم عن حياة شبنم الرائعة اللي هي أصلا كلها مظاهر، وهي قاست كتير في حياتها، من يعني في تحديات كتير واجهتها، ان هي وهي صغيرة مثلا جالها بعثة ان هي تسافر سويسرا، ومامة صاحبتها كانت يعني شايفة ان دي حاجة كتير عليها، فوقفت قدام يعني البعثة دي، وخلت بنتها هي اللي تسافر البعثة دي، واضطرت ان هي تقابل تحديات كتير في حياتها، وراحت اشتغلت. ووقت ما هي كانت بتشتغل اتقابلت مع الضابط انور الوحيد اللي وقف معاها، او اللي كان بيقول ان هي لا ما ينفعش ان هي تشتغل ولازم تكمل دراستها. فهي حاليا عايشة حياة رائعة مختلفة تماما عن الحياة اللي مرت بيها لما قابلت انور من عيلة غنية جدا واتجوزته، وكانت مامة انور دي مش عايزاها اساسا، وشايفة بقى فرق الطبقات والكلام ده، وعندها منه طفلين، فمظهر حياتها الظاهر غير الحاجة اللي هي عاشتها خالص. فالمسلسل برضو من المسلسلات الحلوة جدا. سادس مسلسل هو مسلسل خبئني. المسلسل ده بقى يعني قصته فيها حاجة توكسيك كده، بس هو لذيذ. عندنا بيتكلم عن أنجيلا دي عيلتها توفت وراحت عاشت مع عمتها دي بقى كانت بتعاملها بطريقة قاسية جدا، وخدتها معاها وهي راحة تشتغل في منزل، هتشتغل خادمة، وخدت البنت دي معاها، أو أنجيلا يعني معاها. فأنجيلا في المنزل ده قابلت ناز دي بقى البنت المدللة بتاع البيت، اللي هي بتعمل كل حاجة عايزاها وكل حاجة بتمتلكها، فهي
امتلكت انجيلا، يعني اللي هي ايه، انت بتاعتي، عملتها معامله اللعبه كده، اي حاجه اقول لك عليها تعمليها مهما كانت، اعملي حصان نهائي، حاجات كده غريبه يعني. المهم ايه، من وهي صغيره الكلام ده. بعد كده اي حد بقى بيجي يتعرض لانجيلا دي او يأذيها، هي بتقف له، ناز بتقف له، محدش يتكلم معاها ولا يتعامل معاها غيرها. تمام. طيب ناز كان في كمان ميتي ده هو ابن صديق العيله، يعني ابن ناس صحاب العيله بتاعت ناز. هو اتعرف على انجيلا وانجيلا حبته، حست ان هو الوحيد اللي بيعملها يعني كويس، فحبته من وهم صغيرين. بعد كده ميتي ده بيسافر يتعلم بره ويقعد سنين كتير بره، وبعد كده بيرجع بيبقى هيخطب ناز. طبعا دي بتكون الصدمه لانجيلا ان هو هيرجع يخطب البنت اللي شغاله معاها يعني او كده، او اللي شغاله عندها، وبتدور بقى احداث كتير جدا وازاي ان دي متسلطه ومتنمره عليها. المسلسل برضو من المسلسلات الحلوه جدا في سنه 2023 ومكمل معانا ل 2024. سابع مسلسل هو مسلسل القفص الذهبي. المسلسل ده بيتكلم عن زينب، وهي كانت معلمة في مدرسة تابعة لعيلة بي أغلو. العيلة دي غنية جدا وفيها أنور، هو الوريث بتاع العيلة الوحيد. زينب بتتعرف عليه وبتتجوزه، وطبعا في اختلاف طبقات، فأهله أساسا ما كانوش عايزينها، وفي نفس الوقت كمان كانت صديقة أنور السابقة اللي هي ديلارا برضو عايزة تسترجع أنور تاني منها، فبيقابلوا تحديات كتير بقى إن هم اتجوزوا، وهي بتتحول من الطبقة الفقيرة لطبقة تانية مختلفة خالص عن حياتها، فبتحس ان هي اصلا عايشة في حياة غريبة وبتتعرض لاضطهاد من كل الناس اللي حواليها. تامن مسلسل هو مسلسل استلا المتسخة. المسلسل ده بيتكلم عن مجموعة من الخادمات عايشين في مجمع سكني بيخدموا فيه يعني، وفرق بقى الطبقات ما بينهم، ما بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. وبيبدأ المسلسل كده او بيبدأ احداثه بموت الخادمة مريم زميلتهم، يعني في 3 كده موجودين في المسلسل، سونجل وخيرية ومدينة. ال3 دول صحاب وموجودين مع بعض على طول. في بقى واحدة كمان اسمها مريم، بيبدأ المسلسل بموت مريم دي، فبيبقوا عايزين يعرفوا هل هي انتحرت ولا اتقتلت ولا في جريمة ولا ايه بالظبط. وبيبدأ بقى احداث المسلسل تختلف من النقطة دي، ويبدأ ان في اسرار كتير تتكشف عن المجتمع الغني ده. 9 مسلسل هو مسلسل البراعم الحمراء. البراعم الحمراء ده بيتكلم عن ليفانت، هو طبيب جراح مثالي شاطر ناجح، شخصيته قوية، وكمان متزوج بس علاقته بزوجته مش مستقرة. وبيتكلم كمان عن مريم، هي فتاة بسيطة عايشة مع عيلة جوزها وبتواجه مشاكل مادية كتير. بيتقابلوا هما الاتنين، بينشأ ما بينهم قصة إعجاب، بس كل واحد فيهم مش راضي يعترف للتاني، لأن كل واحد فيه ليه ظروفه، ده متجوز ودي عايشة مع عيلة جوزها وهكذا. ولكن بعد فترة بيبدأ ان هم يعجبوا ببعض ويعترفوا لبعض يعني، وبيبدأ بقى في تحديات ومشاكل عشان ظروفهم، يعني هيعيشوا مع بعض وهيواجهوا التحديات دي ازاي، فهيتجمعوا الاتنين مع بعض ويواجهوا كل التحديات. 10 مسلسل معانا هو مسلسل رائحة الصندوق. رائحة الصندوق بيتكلم عن كراسو، هي زوجة وعندها طفلين، وبتبدأ ان هي بداية المسلسل يعني ان هي بتولد الطفلة الثالثة سيلين، ومامتها بقى فيليز مش مهتمية بيها خالص، مهتمية ببشرتها بنفسها، عايشة في دنيا تانية من الاخر. المهم ان بعد ما بتولد سيلين، ابنها بقى كوزي بيبدأ ان هو يغير من سيلين دي، فهي بتبدأ ان هي تتكلم معاه، ودي اختك الصغيرة وانت الكبير والكلام اللي هو بتاعنا ده. بيحصل بقى مشاكل كتير ان هو بيضربها او كده، فزي بتعاقبه او بتبعده عنها شويه، بان هي بتطلب من مامتها فيليز ان هي تاخده معاها اسطنبول يقعد معاها، واشترطت عليها مامتها ان هو يقعد معاها لمده اسبوع بس مش اكتر من كده، ان هي مش هتتحمل مسؤوليته. وخلال ما هي كانت بتاخده هو تاه. طيب الطفل ده بقى رجع ازاي، رجع بعد قد ايه، كل الحاجات دي هنعرفها من خلال احداث المسلسل. وبكده قلت لكم افضل المسلسلات اللي شفتها او الحاجات اللي نازله جديده وهنبدا ان احنا نشوف منها. وكمان من الحاجات اللذيذه جدا اللي لسه مكمله معانا مسلسل القضاء ومسلسل المنظمه ومسلسل العائله، برضو دول من الحاجات اللي انا بتابعهم دلوقتي وحلوين جدا، واتكلمت برضو عنهم في فيديوهات قبل كده، هنزل لكم لينك الفيديوهات. انتوا كمان ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوا ايه الفتره دي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.